النهاردة هنتكلم عن قصة عجيبة جدا، وهي قصة يأجوج ومأجوج. هتسمع حاجات أول مرة تسمعها، ويلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعرفها هو أصلهم. في بعض الروايات عن أصل يأجوج ومأجوج. أهم الروايات اللي اتكلموا عنها هي الرواية الإسلامية. قالوا إن يأجوج ومأجوج دول من نسل آدم، لكنهم مش من سلالة البشر العاديين. بعض العلماء قالوا إنهم من نسل يابس ابن نوح، وهو الجد الأكبر للشعوب التركية والصينية والمغولية. لكن في روايات تانية بتقول إنهم مختلفين تماما عن النسل ده، أشبه بالبشر لكنهم مخلوقين مشوهة وخطيرة. تاني رواية، رواية الإسرائيليات، بتوصفهم بأنهم أقوام عملاقة أو مشوهة، وبيعيشوا في أقاصي الأرض، ودايما مرتبطين بالدمار وبالخراب. بعض التفسيرات بتقول إنهم كانوا جزء من قبائل الرفائيين، وهم أقوام ضخمة وغامضة ذكروا في التوراة. في روايات فارسية وروايات هندية. بعض الكتب الفارسية القديمة بتقول إنهم كائنات أشبه بالشياطين، وبيعيشوا في الجبال الجليدية وراء الهند والصين، وكانوا بيعبدوا إله النار وبيقدموا القرابين البشرية. طب التاريخ وصفهم إزاي؟ الروايات عن شكلهم مختلفة، لكنها كلها بتشير لحاجة واحدة بس، إن هم مش طبيعيين. بعض الروايات بتوصفهم إنهم أقزام بشعة، أسنان طويلة ومخالب حادة. روايات تانية بتقول إنهم ضخام جدا لدرجة إن هم بياكلوا أي شيء في طريقهم. بعض الكتب بتقول إن هم بيمشوا على 4 مثل الحيوانات، لكنهم أذكياء. وفي روايات مرعبة بتقول إن هم مش بياكلوا غير اللحم البشري. أغرب قصة عن يأجوج ومأجوج قبل بناء السد بتاعهم، في بعض الكتب التاريخية في قصة غريبة جدا عن أول مواجهة حصلت بين يأجوج ومأجوج وبين البشر قبل ما يتم حبسهم ورا السد. كان في مدينة كبيرة في الشرق قريبة من الجبال اللي خرجوا منها. أهل المدينة دول كانوا متطورين جدا، وكان عندهم قلاع وأسوار، لكن فجأة جم يأجوج ومأجوج في موجات ضخمة جدا من التجمع، وعددهم كان بالملايين، وكانوا بياكلوا الأخضر واليابس. الناس حاولوا يقاتلوهم، لكن الأسلحة ما أثرتش فيهم أبدا. كل ما تقتل واحد يطلع بداله 10، لدرجة إن بعض المحاربين قالوا إنهم كانوا بيشربوا الدماء وكأنها ماء. وفي النهاية أهل المدينة هربوا في اتجاه الغرب، ودي كانت بداية طلبهم للمساعدة من ذو القرنين. الأسئلة الخطيرة اللي لسه محدش جاوبها، يا ترى هل يأجوج ومأجوج هم فعلا بشر ولا نوع مختلف من المخلوقات؟ هل كانت معركتهم الأولى مع البشر بداية نهاية حضارة كاملة؟ إزاي قدر ذو القرنين يوقف هذا الزحف المدمر اتجاه البشر؟ نكمل قصة يأجوج ومأجوج في الجزء الثاني.